هو الحب الحقيقي فعلا بيعلمنا نسامح، بينسينا امبارح، بيعلمنا نفكر دايما في ايامنا اللي جايه. ازيكم يا جماعه، وحشتوني. انا بتاسف جدا والله على فتره الغياب دي، بس ان شاء الله ما تتكررش، وبعدكم الفتره الجايه يبقى في حلقات كتير ان شاء الله. طبعا زي ما شفتوا في السبنيل وتايتل الحلقه، انا جاي النهارده اتكلم عن مين. اكيد في ناس بتسال، وخصوصا محبين الراجل ده، واللي انا واحد منهم. ايه اللي حصل لمحمد فؤاد؟ بس قبل ما نعرف، في الاول ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف كل الحلقات الجديده. وتعالوا بقى نسرد الحدوته من الاول خالص، من بدايه سطوع نجم محمد فؤاد. الحكايه ابتدت لما فوقش شاف الفنان عزت ابو عوف في نادي الشمس مع فرقه الفور ام اللي كان مؤسسها عزت ابو عوف هو واخواته. نفس المشهد اللي اتعرف فيه محمد فؤاد على عزت ابو عوف في فيلم اسماعيليه رايح جاي، هو اللي حصل في الحقيقه. اللي بعض الناس يمكن ما تعرفش ده، ان اغلبيه احداث فيلم اسماعيليه رايح جاي متاخده من حياه محمد فؤاد، زي استشهاد اخوه في حرب 67 على يد صهاينه، وده برضه اللي ظهر في الفيلم. المهم، عزت أبو عوف عجبه صوت محمد فؤاد جدا، وقرر يتبنى موهبته. عزت أبو عوف هو المكتشف محمد فؤاد، لو أي حد أول مرة يعرف ده. بعد كده عزت أبو عوف قرر ياخد محمد فؤاد ويضمه لفرقة الفور ام اللي كان مؤسسها. ومن بعدها فوقش انطلق وعمل أول ألبوم ليه في السكة اللي كسر الدنيا أول ما نزل. ومن بعدها انطلق محمد فؤاد في عالم النجومية. من الأسباب اللي خلتني أعمل الحلقة دي هو حبي وعشقي لمحمد فؤاد، صاحب الصوت اللي مليان شجن وطرب وأصالة. من الحاجات اللي خلت فوقش قريب من الناس كده، تحسه شبهنا يعني، هي البرسونة بتاعته، برسونة ابن البلد اللي كان دايما مصدرها لينا. على سبيل التأكيد على الكلام ده، يعني في كليب فاكرك يا نسيني، واحد راكب عجلة وماشي وسط الحارة وبياخد رغيف العيش، ولا الراجل اللي بيديله الطعمية. هتقولي ده تمثيل عادي يعني يا عم، صباح الفل. طب نروح بعيد ليه؟ فوقش أصله من عين شمس، من قلب المناطق الشعبية. عايز أمارة إيه أكتر من كده عشان تصدق إن الراجل مش مصدر شخصية ابن البلد الجدع أبو الشهامة الأصيل الأصلي؟ وهو هيكون عكس كده، عشان الحاجات دي بتبان من اللي بيعمل ان هو كده، وبين الحقيقة بتبان والله يا جماعة. الحاجات دي ده باين جدا في اختياراته الأغاني، في لبسه، في طريقة كلامه، وحتى في الكليبات دايما تلاقيه بيصور وسط الناس العاديين، وسط الحارات والميكروباصات والطوابير. وبما اني جبت سيرة كليب فاكرك يا نسيني، عايز اقول ان ده اكتر كليب انا بعشقه لفوقش. كليب مش شبه الكليبات الكليشيه اللي بتبقى دايما المطرب ماسك الموديل طول الكليب وعمال يتغزل فيها وفي حلاوتها. ومش مستغرب بصراحة خالص انا ليه بحب كليب فاكرك يا نسيني، عشان الإجابة إن مخرجة الكليب هي ساندرا نشأت. فما فيش إجابة أو سبب أكتر من كده أقوله لك ليه الكليب ده جامد. كليبات فؤاد في فترة التسعينات كانت مميزة جدا وجديدة في الطرح. كل كليب بتحسه مش مجرد كليب، ده فيلم قصير بيحكي حدوته وفي قصة وليه رسالة بيقدمها. على سبيل المثال كليب أنا لو حبيبك، اللي بيناقش ضرر اللي بيوقع على الابن من انفصال الأب والأم، ومدى تأثير القرار ده على الطفل. وبرضه ما ينفعش أعمل الحلقة دي وأنسى وما أتكلمش عن الأغنية اللي أثرت في طفولتي، وأكيد في طفولتك أنت برضه، اللي أنا متأكد إني لو سمحت لأي حد مصري الموسيقى بتاعت الأغنية هيعرفها. وش هو أكيد مفيش حد ما يعرفش أغنية الحب الحقيقي. دي خدت فترات جامدة وتتحط رنات موبايل، وكمان اتعملت في فوانيس رمضان. فأنت لو ما تعرفهاش فأنت اسمح لي بقى، عندك مشكلة ومحتاج تراجع نفسك. محمد فؤاد في فترة التسعينات كان يعتبر المنافس الوحيد لعمرو دياب. مش مجرد منافس بس، لا ده كمان كان بيتفوق وبيعدي في عدد مبيعات شرايط الكاسيت اللي كان بتتباع في المحلات. كان عاملين حالة كده محدش ناسيها، وفعلا كان في جدل كبير مين فيهم الأقوى ومين رقم واحد. بس اللي أقدر أقوله لك بضمير مرتاح، محمد فؤاد كان بيتفوق على عمرو دياب في حاجات كتير. فؤاد كان سابق عصره، الكليبات بتاعته زي ما اتكلمنا قبل كده كانت شبه أفلام قصيرة، وكان بيعرف يوصل المشاعر، يوصل إحساس الأغنية بوشه وعينه وحركته. وده كان فارق عن عمرو اللي كان دايما محافظ على الستايل بتاعه، وكان معتمد أكتر على الاستعراض والإبهار البصري في كليباته، على عكس فوقش اللي تحس كليباته هي عادية جدا، بس ده كان بيديها حلاوة ان هي متصورة وسط الناس ووسط الحارة. وكمان في بوينت زيادة تضاف لمحمد فؤاد، ان هو كممثل نجح جدا على عكس عمرو دياب اللي كانت تجاربه مش موفقة كممثل وكأفلام. فؤاد ما كانش مطرب داخل السينما كده تحصيل حاصل ولا عشان يزيد شهرة، لا ده هو دخل وعمل فرق وساب بصمة في اي حاجة عملها، زي فيلم امريكا شيكابيكا اللي كان بيناقش اقبال الشباب على الهجرة خارج مصر. فيلم رغم انه ما نجحش كإيرادات، لكن فيلم يتشاف عادي، مش أسوأ حاجة. سنة 97 محمد فؤاد بيعمل نقلة في تاريخ السينما المصرية بالفيلم الأيقوني إسماعيلية رايح جاي. يا جماعة الفيلم ده بالنسبة لي أيقوني جدا. فيلم إسماعيلية رايح جاي ما كانش مجرد فيلم نجح، ده كان نقطة تحول في تاريخ السينما المصرية، وناس كتير بتعتبره بداية جيل جديد تماما في السينما المصرية. الفيلم أول ما نزل كسر الدنيا وحقق أكتر من 15 مليون جنيه، والرقم ده كان مرعب بالنسبة
بالنسبة للوقت ده، وده اللي خلى الفيلم أصبح أعلى فيلم تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية وقتها. وتخيل يعني واحد زي عادل إمام في السينما المصرية ما قدرش يجيب رقم زي ده، ويجي شوية شباب يعملوا ده يخليك تعرف على طول إن الجمهور أصبح متعطش لدماء جديدة وعنده إقبال على نوع سينما جديد، سينما الشباب زي ما المصطلح كان بيتقال وقتها. إسماعيلية رايح جاي اللي في رأيي هيفضل محفور في ذاكرة السينما المصرية بسبب النقلة النوعية اللي عملها الفيلم. بعد ما كانت السينما قبل الفيلم ده كانت واخدة وضع داون جريد، بعد الفيلم الموضوع اختلف خالص، بقى الجمهور أكثر إقبالا على السينمات، كمان بسبب الحالة اللي عملتها أغنية كمننا في إسماعيلية رايح جاي. كانت واحدة من اللحظات المفصلية في السينما والموسيقى الشعبية في مصر في فترة التسعينات. رد فعل الناس عليها كان غير عادي، وده لأن الأغنية قدرت توصل لناس كتير جدا بمزيج غريب من الحنين، البساطة والواقعية. كمننا خلقت حالة من النوستالجيا للناس اللي بتعيش الحب البسيط والتعلق بحلم بسيط، وده اللي خلى الأغنية تعيش في الذاكرة. وأنا بعتبر كمننا أكتر أغنية بتعبر عن جيل التسعينات كله وبتمثل الفترة بكل ما فيها. محمد فؤاد كان وش السعد على محمد هنيدي اللي من بعد إسماعيلية رايح جاي بياخد أول بطولة ليه بفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وهنيدي بيسحب جيل كامل معاه بالفيلم ده. محمد فؤاد بيرجع للسينما في 2001 من بعد إسماعيلية رايح جاي بفيلم رحلة حب، وبرضه فوقش كان وش السعد على أحمد حلمي اللي من بعد المشاركة معاه بالفيلم ده بيعمل أول بطولة مطلقة ليه بفيلم ميدو مشاكل. وفي نفس السنة محمد فؤاد بينزل بألبوم كبر الغرام، وبصراحة كان ألبوم حلو جدا بس ما كانش بنفس القوة بتاعت فترة التسعينات. محمد فؤاد الكيرف بتاعه ابتدى ينزل مع دخول الألفية الجديدة مش زي ما كان في فترة التسعينات. في 2002 بيعمل فوقش فيلم هو في ايه مع أحمد آدم، وتقريبا الاسم لايق جدا على أحداث الفيلم اللي هو وانت بتتفرج هتسأل هو في ايه من كتر ما الأحداث العبثية اللي بتحصل. طبعا الفيلم ما نجحش في السينما، لكن الشاب بعد كده لما نزل واتعرض على التلفزيون هو فيلم مش وحش، لذيذ كده وفيه مواقف كوميدية حلوة. في 2003 بينزل محمد فؤاد بألبوم شاريني، واللي يعتبر ده آخر ألبوم كان حلو الفوقش. الألبوم ده طبعا ما عملش حجم نجاحات ألبوماته في فترة التسعينات. في 2005 بيعمل فؤاد فيلم غاوي حب، أنا بصراحة بحب الفيلم ده جدا جدا، ولا أغنية خدني الحنين اللي الواحد لما بيسمعها بيرجع شريط ذكرياته أيام الصبا والطفولة. كانت أيام جميلة والله، أيام ما كان لا نحمل هم شيئا. وبس يا سيدي، محمد فؤاد ابتدى مرحلة الانهيار في سنة 2007 بيعمل ألبوم ولا نص كلمة، طبعا ده مش مستوى محمد فؤاد اللي الجمهور كان متعود عليه. في 2010 بيعمل آخر ألبوم ليه وهو بين إيديك، وكمان بيعمل مسلسل أغلى من حياتي، ومن بعدها اختفى محمد فؤاد تماما. ونيجي بقى لأهم سؤال في الحلقة النهاردة، هو إيه اللي حصل لمحمد فؤاد؟ الإجابة عن السؤال ده بتنقسم لكذا شق. الشق الأول إن محمد فؤاد دخل في سكة الكلام في السياسة، ابتدى يتكلم ويطلع بتصريحات عن الأوضاع السياسية، وده خلى جزء من جمهوره يبعد عنه شوية، لأن الناس كانت مستنياها في الغنى مش في السياسة. وزي ما انتوا عارفين إن السياسة مقبرة أي فنان، وأي حديث أو الخوض فيها ممكن يعطلك كتير، أو ممكن تكون بتكتب نهايتك الفنية عند الجمهور. الشق الثاني إن محمد فؤاد كموهبة وصوت مفيش حد فينا يقدر يختلف عليه، بس زي ما الموهبة مطلوبة إدارتك لموهبتك مطلوبة برضه، وده اللي فرق عمرو دياب عن محمد فؤاد، إدارته لموهبته وذكائه الفني اللي خلاه يفتك التنافس ويبعد ويفرق عن محمد فؤاد بكتير، ويبقى أنجح مطرب في مصر من ناحية الاستمرارية. عمرو دياب كان فاهم إن الموهبة لوحدها مش كفاية، وكان بيعرف يطور في نفسه ويجدد في شكله وفي صوته، ودايما بيجرى السوق والناس عايز تسمع إيه. كل ده خلى الفرق يكبر سنة عن سنة لحد ما بقينا نشوف عمرو دياب مش مجرد مطرب، بقى ظاهرة لوحده واللي حواليه بيحاولوا يلحقوه، في حين إن فؤاد رغم إن صوته جبار وأغانيه محفورة في قلوبنا بس ما قدرش يحافظ على الاستمرارية بنفس القوة اللي ظهر بيها أول مرة، وده في الآخر يبقى مجرد تخمينات، محدش يعرف حقيقة الموضوع فين. وبرضه يمكن في عوامل تانية غير دي احنا لا نعلم عنها شيء طبعا، يعني ساعدت في اللي وصل له محمد فؤاد. أهم حاجة رأيكم انتوا طبعا، والسؤال ليكم ايه العوامل اللي ساعدت في كل اللي وصل له محمد فؤاد؟ أتمنى الحلقة لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تشوفوا كل الحلقات الجديدة، ويلا أشوفكم على خير، سلام.